ف فبس يعني فده اول طريقه ممكن تعمل بيها فيتشر سelection. وفي طبعا في ليه امبلمنتيشنز في بايثون وار وحاجات زي كده عشان تعرف ترنه يعني. تاني طريقه which I guess هيبقوا طريقتين بس هدمجهم في بعض عشان شبه بعض يعني، اللي هما forward والbackward stepwise selection. ايه دول بقى؟ من اسمهم ممكن تبدأ تتخيل شكل معين يعني. الفورورد هو بيحاول يعني الفورورد والباكورد ان انا هبدأ اجو ثرو الفيتشرز بشكل جريدي، وابدا اختار الفيتشرز ذا بيست عند كل ستيب لحد ما اوصل لاحسن كونفيجريشن. يعني ايه اللي انا قلته ده؟ هبدا في البدايه هجرب، يعني هنبدا هنا عند one فيتشر. جميل. جرب كل الفيتشرز، كل فيتشر واحد واحد، يعني جرب individual يعني، لحد ما لقيت مثلا ان اكس خمسة هو احسن واحد فحطيت اكس خمسة. وبعد كده هجرب اكس خمسة مع كل الكومبانيشنز التانية. يعني هبدأ كده احنا في اتنين فيتشرز، هجرب اكس 5 مع اكس 0 واكس 1 واكس 2 وهكذا يعني اليوم كلهم لحد ما الاقي احسن واحد في الستيب ده. فلقيت مثلا ان اكس 5 بلس اكس 2 مثلا هو احسن كومبانيشن. وبعد كده اكمل اقول دلوقتي هجرب ده مع بقيه الاوبشنز وهكذا يعني. that's the idea. فده هو ده كده الفورورد ستيب وايز سيلكشن. ليه هنا بنسميه جريدي؟ عشان هو ممكن يكون احسن كومبانيشن موجود، احسن سوليوشن مثلا ما جوهوش اكس 5 اصلا، ولكن انا بختار البيست اوبشن في الستيب اللي انا فيها. يعني انا عند ستيب 1 لقيت احسن واحد اكس 5 فانا هاخد اكس 5، عند ستيب 2 احسن واحد اكس 2 فانا هاخد اكس 2، عند ستيب 3 احسن واحد اكس 5 او اكس 17 مثلا هاخد اكس 17. انما انا مش ببص على الفول بيكتشر ومش ببص على الاول اوبشنز، انا جاست بمشي بشكل جريدي عشان اجيب احسن سelection ممكن يعني. الباكورد بيعمل نفس الحاجه بس بالعكس، بيبدا من كل الفيتشرز يعني all of x، وبعد كده هيريموف كل الفيتشرز individually، ويشوف ل... ويشوف الفيتشر اللي انت لما عملت له ريموف ادى يعني احسن performance يعني، او قلل اللوس باقل كميه. وبعدها فانا مثلا لما شلت اكس 0 البرفورمانس بتاعي او اللوس بتاعي زاد من 2 ل 2.1 مثلا which is ده كان اقل حاجه. ممكن مثلا لما انا شلت اكس 5 راح من 2 ل 2.5 فده كده rejected يعني. فلقيت اقل واحده اكس 0 فبعد كده هيبقى اكس ماينس اكس 0. وبعد كده اشيل بقى اشوف بقى الاوبشنز تاني، ايه الفيتشر اللي انا لو شلته هيزود اللوس باقل كميه. وبعد كده هكذا لحد ما توصل للبيست سوليوشن يعني. أم بس وعامة في حاجة زي اللينير ريجريشن مثلا احنا يوجولي بنبدأ بالانترسبت، يعني بنبدأ هنا باللي هو بيتا نود، ده اللي هنبدأ بيه غالبا يعني عشان تبقوا عارفين يعني. وطبعا كل الحاجات دي indexed by k، يعني k ده اللي هو number of features موجود هنا وموجود هنا. يعني هنا هيبقى هنا هيبقى p، هنا هيبقى p minus 1، p اللي هو number of features كلها وهكذا. فهما الاتنين indexed by k. فانت لو عايز بقى في اي وقت تختار مثلا البيست selection في الفورورد عند 5 features هتروح بتندكس على 5 وتلاقيه وتختاره وكده انت ظبطت الدنيا. هل ده هل الباكورد والفورورد بيدوا نفس الريزلت؟ لا، ده مش بيحصل يعني. ولكن ساعات ممكن ترن الاتنين وتجيب some sort of intermediate ما بينهم يعني. أم... امتى بنوقف؟ انت ممكن برضه ما تخليش زي رن لحد الاخر، ممكن تستوب لما يعني when no significant improvement. ده برضه اوبشن يعني. والامبروفمنت دي predefined او انت بتحددها بيست انت عايز ايه. يعني انت ممكن مثلا ممكن تقول ان لو اللوس اتحسن بنسبة 2% بس او 0.1% بس فكده انا بالنسبة لي اي حاجة اقل من كده فكسانة فانا هوقف هنا. فممكن بتحدده بيست على كده، يا اما عن طريق value I think ممكن تحدده عن طريق percentage برضه.
بس يعني على حسب اللغة اللي انت شغال فيها يعني. أم فطبعا الباكورد والفورورد او الفورورد ان جنرال، هتكلم عن الفورورد الاول. الفورورد هو مور بريفيرد عن البيست سبست عشان هو مور computationally feasible. و الفورورد عامة بيأدي اللور فاليانت اللور فاريانس بس هاير بايس، ده ان جنرال. البي اس اس او اللي هو الباكورد ستيب وايز سelection اللي هو التاني جنرال بيأدي اسمه ايه، لهاير فاريانس ان جنرال يعني. وفي جراف هنا كنت عايز برضه اوريه بيشو الكومباريسون. اوكي، هنا هنشوف ان هنا هنشوف ان احنا عندنا كل الاوبشنز. البيست سبست هو الاسود، البرتقاني هو الفورورد، والازرق هو الباكورد. فهنلاقي ان هما ان جنرال عند فيتشر نمبر معين هما كلهم بيكونفيرجوا على نفس الحاجه. بس هنلاقي مثلا ان البيست سبست طبعا هو جايب اقل لوس على طول، ان جنرال هتلاقي هو اللي جايب احسن لوس يعني. ال في حاجه برضه اسمها فورورد ستيج وايز، بس يعني دي مش هنتكلم عنها يعني عشان هي جنرالي مش من الناس اللي بتستخدمها كتير يعني. جنرال الناس بتستخدم يا فورورد يا باكورد، ده الاكتر يعني. فنلاقي ان الفورورد والباكورد هما اولموست فوق البيست سبست، يعني هما فوقيه على طول يعني. ما عدا ممكن مثلا هنا تلاقي الباكورد اقل سوءا او سوءا زيادة في السوق شوية. بس ان جنرال هما فيري كلوز لبعض يعني في البرفورمانس اللي بيطلعوا. فده اللي احنا ساعات بنحب نستخدم الفورورد والباكورد عن البيست سبست، عشان البيست سبست هو just too computationally intensive يعني، فبيعمل لنا مشاكل. in general في برضه نقطة كمان ان الباكورد step wise selection لازم يكون ال n اكبر من ال p. لازم يكون ال number of rows اللي عندي اكبر من number of features. بس ال FSS no constraint. جميل. فالباكورد ستيب وايز سيلكشن لازم يكون نمبر اوف روز اكتر من نمبر اوف فيتشرز. الفورورد ممكن تستخدمه في اي وقت انت عايزه يعني. فده جاست اكسترا ريستريكشن. ليه النمبر اوف روز لازم يكون اكتر من نمبر اوف فيتشرز؟ عشان يافويد الاوفر فيرتنج والمالتي كولينياريتي. معناه ان انت لو انا عندي مثلا 100 فيتشر وعندي 50 رو بس، فانا هاوفر فيت بسهوله جدا. عشان لا عامه لو انت عندك داتا قليله عامه يعني، الاوفر فيتنج بيحصل اسرع عشان هو الموديل بيبص على داتا اقل اكتر، عشان هو بيرن يعني اتس ايزي يعني. اعتبرها كانك بتحفظ حاجه يعني. انت لو حاجه قليله ممكن تحفظها بسرعه، لو حاجه كبيره هتاخد وقت عشان تحفظها وتعرف تظبطها يعني. و وعامة يعني عشان other statistical reasons زي ال statistical significance test، وعشان noise، وعشان cross validation وحاجات زي كده يعني. أم فزي ما قلنا يعني هو الباكورد والفورورد هما ليهم implementations في معظم اللانجوجز زي بايثون وار وحاجات زي كده. وفي حتى لانجوجز عاملة زي hybrid method بتستخدم الاتنين، و بتستخدم الاتنين وبعد كده تاخد البيست اوبشن من الاتنين يعني. فده برضو اوبشن موجود.